الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في مقبرة في مغابر أحمد شرفي، والمقبرة الحمد لله رب العالمين جنب الآن الأستاذ والشاعر خليل فرح. شوف خليل فرح اتدفن سنة كم والقبر ده له كم، والآن نحن داخل المقبرة في الخلية بتاعت النحل، وهذا النحل هذا الناس شايفينه وشافوا طارق جويلي وشافوا أخونا ده معاه وعبد الماجد ومحمد، والحمد لله رب العالمين. هذه الخلية بتاعت النحل تنقط في جثمان الجثمان الآن اللي احنا قدامه ده، والجثمان قاعد زي ما هو، دي حاجة الله بيسألنا منها، ومربوط الربطة بتاعت الكفن لحد ما نزلوه. والخلية بتاعت النحل اتكشف كيف جينا نحفر قبر، عند القبر قدامك دارين ندفن فيه زول يتقدر القبر مع ذاك، والحمد لله طلعت خلية النحل، والنحل ينقر في هذا الجثمان، والجثمان مكتوب فيه لا اله الا الله محمد رسول الله، ما عارفين انه دمه. والحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمه وربنا يجعله في الفردوس الاعلى، ونحن نعتبره رجل من الصالحين، وربنا يجعله عسل ولبن الى يوم القيامه. ربنا يرحمه ويسامحه ويحسن له، ربنا يجعله في الفردوس الاعلى، تغسل بالماء والثلج والبرد، تنقيه كنقى الثوب الابيض من الدنس يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، وارحمنا اذا عدنا اليهم يا رب العالمين. ان شاء الله يا الله تكرمه يا رب، اللهم تكرمه، الله قادر على كل شيء. اللهم يا رب العالمين تكرمه يا الله، ترحمه وتجعله من اصحاب اليمين، وربنا يبقيه زي نبقى زيه كده عسل ولبن ونحل الى يوم القيامه.